بزاف ديال الناس ما فاهمينش اولا ما عارفينش شنو واقع في السودان، حيت اخوتي المغاربه كاين واحد الكميم ديال الافواه، لا صحافه لا اعلام لا نشطاء لا صناع المحتوى، حتى واحد ما كيهضرش على هذه القضيه هذه. القضيه وما فيها سيدي ان شحال هذه ملي كانت السودان دوله عندها سياده وكيحكموهم مؤسسات مدنيه. كان عندهم واحد الرئيس سميتو البشير. من بعد سيدي هذا البشير غادي ينوض هو وواحد الصديق ديالو اللي هو حميدتي، غادي يأسسوا هاد العصابه او هاد الميليشيات ديال الدعم السريع باش ينافسوا بها الجيش ديال الدوله. من بعد سيدي هاد حميدتي اللي هو الرئيس ديال العصابه ديال الدعم السريع والرئيس ديال الجيش اللي هو البرهان غادي يتفقوا على وغادي يديروا الانقلاب على البشير وغادي يشدوا البشير وغادي يدخلوا للحبس. من بعد سيدي دويلات الامارات والشيطان ديال العرب محمد بن زايد غادي يتدخلوا في القضيه وغادي يدعموا الدعم السريع، غادي يعطيوهم المال والسلاح باش ينقلبوا حتى هما على الجيش ديال السودان. من تما ناضت الحرب بين الجيش ديال السودان والعصابه ديال الدعم السريع، حيت دويلات الامارات والشيطان ديال العرب محمد بن زايد طامعين في الثروات ديال السودان، حيت السودان تبارك الله فيها بزاف ديال الثروات، ها الذهب ها المعادن، يعني فيها بزاف ديال الثروات اللهم بارك. هادشي علاش بن زايد طامع في هاد الثروات هادي. وفي الصراحه اخوتي المغاربه فالضحيه الوحيده في هادشي هو الشعب السوداني الحر. الشعب السوداني الحر اللي تهجر من بلاده، عشرات المليون تقريبا ديال السودانيين هربوا من بلادهم وهاجروا من بلادهم بسبب هذه الحرب هذه. والناس كما كتشوفوا دابا في الفاشير راه كيتعرضوا للحصار والتجويع والقتل وجميع الاساليب ديال التعذيب. يعني اخوتي المغاربه في الحقيقه فالضحيه الوحيده في هذا الشيء هو الشعب السوداني الحر. فيا ربي تنصرهم ويا ربي تاخذ الحق في اي واحد عنده يد في هذا الشيء. هذا ما كان اخوتي المغاربه، السلام عليكم.